ازاي دكتور متعلم وواعي يعمل كده، وازاي قدر يخدع الناس دي كلها؟ والغريب ان في بنات كتير عمرها ما يتعداش 18 سنه وكانوا بيقولوا باستمرار، وراح بسببه مئات الضحايا. اهو ده فعلا اللي خساره تقول عليه دكتور، ده شيطان على هيئه انسان. ودخلوا جوه، اتلاقوا في المكان اللي هو فيه، اتلاقوا فيه فرن كده كبير كده، بيولد العيال الصغيره وبيرميها في قلب الفرن اللي هي الاطفال. بيولد العيال الصغيره وبيرميها في قلب الفرن. عثروا على برميل بالطابق الثاني للمركز كان الطبيب بيستخدمه لحرق الأجنة ويطعم ما تبقى منهم للكلاب الضالة. موضوع مفزع الحقيقة. السلام عليكم، معاكم خالد علي، ورجعت لكم بفيديو جديد. بس كالعاده احب اشكر ابطال القناه اللي دعموني الفيديو اللي فات باللايك والكومنت الايجابي. والله يا جماعه انتوا مكانكم هنا في القلب، ويا ريت بقى يا ابطال نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات. ويلا ننطلق. بص يا سيدي، الحوار كله عن الدكتور اللي قدامك ده، وده دكتور احمد سامي، دكتور نساء وتوليد. بعد ما اتخرج من كليه الطب اتخصص في قسم النساء والتوليد، ونزل فعلا كذا مستشفى واشتغل في كذا مستشفى، وكان بينزل والناس كلها كانت معجبه بيه لانه كان دكتور ناجح وكان بيحب شغله. وفعلا الدكتور احمد سامي كان ناجح، وكان كل الدكاتره الكبار معجبين بيه وبيقولوا له انت لو استخدمت ذكائك ونجاحك ده وبديت تطور من نفسك واستمريت هتبقى من اكبر الدكاتره اللي موجوده في مصر، لانه كان فعلا شخص ذكي وفاهم المهنه قوي وكان حاببها. لكن ما يعرفوش ان الدكتور احمد سامي ده هيستغل ذكائه في طريق تاني خالص. المهم الدكتور احمد سامي شاف الشغل اللي هو بيعمله، ان هو ينزل من مستشفى لمستشفى ويعمل عمليه ولاده هنا ويروح هنا استشاره ويروح من المستشفى للمستشفى، ده مش جايب هم، لان نوعيه الدكتور احمد سامي ده بيعشق حاجه اسمها فلوس، وعايز يجيب فلوس باسرع وقت وفلوس كتيره. فكان شغل الحوار ان هو يطلع من مستشفى لمستشفى وعمليات ولاده من هنا ويعمل كشف من هنا، كان بيجيب له فلوس وفلوس محترمه. لكن الشخص ده كان طماع وعايز فلوس باسرع وقت وبأي طريقة. فبدأ بقى يشتغل مع أكتر من عيادة، لكن مش عيادات طبيعية، لا، ده كان بيشتغل مع عيادات تحت السلم، يعني عيادات بتشتغل في الممنوع، عمليات إجهاض. يعني تجيلهم البنت يعني لها 18 سنة أو 17 سنة وغلطت مع شاب مثلا وعايزة تسقط الواد اللي في بطنها، تروح بقى العيادة دي ويعمل لها عمليات إجهاض وبتدفع بقى مبلغ محترم، فبيطلع للدكتور سامي نسبة كبيرة من الفلوس. والشغل ده طبعا عجب الدكتور أحمد سامي، وكان دايما بيروح العيادات اللي تحت السلم ويعمل عمليات إجهاض، يعني ياخد الجنين اللي في بطن البنت دي ويتخلص منه ويخلصها من الحوار ده وترجع تاني ولا كأن في حاجة حصلت. استمر بقى الحوار ده لسنين لغاية لما قدر يجمع مبلغ محترم. وبدأ بقى يفكر الدكتور أحمد سامي وقال لك طب أنا ليه ما افتحش مستشفى ليا أنا خاصة بيا، وتبقى لعمليات الإجهاض والكلام ده كله، واخد أنا الفلوس دي كلها، بس ازاي هعملها بطريقه قانونيه. بدا يفكر بقى لغايه لما جه بقى في عام 2017 واشترى بيت من 3 ادوار، وخلى بقى الدور الاول والثاني مستشفى خاصه للنساء والتوليد، اما الدور الثالث ده هو اللي هيعيش فيه هو واسرته. وعمل طبعا كل الاجراءات الحكوميه وخلص الورق بتاع البيت، وفعلا بقى الدور الاول والثاني مستشفى للنساء وللتوليد، والناس بتخش عنده اللي عايزه تولد اللي عايزه استشاره، كانت الدنيا طبيعيه. وهو كان عايز يعمل الحوار ده عشان يقدر يستخدمه ككوبري لعمليات الإجهاض والحاجات القذرة اللي هو بيعملها. وكمان حكم خبرته في مجال الشمال ده قدر يجمع فريق من 5 أشخاص عشان يبقوا معاه في الحوارات اللي هو بيعملها والبلاوي اللي هو بيعملها دي. وكان من ضمن ال5 أشخاص ده أخوه، وكان مفهمهم كل حاجة، وكان معرفهم عمليات الإجهاض، وكان معرفهم كل حاجة، واتفقوا مع بعض. وهو كده كان عارفهم من زمان أيام العيادات الشمال اللي كان بيشتغل فيها، فاتفقوا مع بعض والدنيا مشيت تمام. وفعلا بدأ بقى الشغل وبدأ يعمل عمليات ولادة طبيعية، وبدأت واحدة واحدة يشتغل في الشغل الشمال، وبدأت بنات كتير تجيله عشان تعمل عمليات إجهاض عندهم 17 سنة و16 سنة و18 سنة، بنات بتبقى غلطت مع شباب وفي بطنها جنين تبقى عايزة طبعا تخلص منه عشان العور وعشان ما تتكشفش، بتروح فين؟ تروح للدكتور أحمد سامي. وطبعا في المستشفى فاكرينها جاية تعمل استشارة، جايه تولد، جايه اي حاجه زي كده. ما كانش حد واخد باله خالص غير ال5 اللي هم فاهمين اللعبه. وفعلا البنت كانت بتخش من الصبح لغايه بالليل، احمد سامي يعني عامل لها عمليه الاجهاض ويخلص من الجنين اللي هو في بطنها ويخليها تمشي. محدش فاهم في المستشفى حاجه خالص، كله مفكرها مستشفى نساء وتوليد. الأسوأ بقى من كده ان هو بياخد الجنين اللي نزل من بطن البنت وبيروح بقى يا اما يرميه للكلاب بياكلوه، يا اما بيطلع فوق في الدور الثالث اللي هو قاعد فيه، يطلع فوق السطح وياخد الأجنة بتاعت البنات اللي عمل لهم عمليات الإجهاض دي ويولع فيهم.
يا اما بقى زي ما قلت لكم يلم الاجنه دي كلها في شنط صودا ويرميها في مكان مهجور جنب المستشفى، وطبعا الكلاب تتلم على الاكياس دي وتبدا تاكل الاجنه وتقطعها وتاكلها من غير ما حد يحس خالص. يا اما بقى بيطلعهم فوق السطح ويحطوهم في براميل ويحطوا عليهم بنزين ويولع فيهم، يعني شخص بدون رحمه. واستمر بقى الحوار ده لفتره طويله، وبدا بقى يجمع فلوس كتير وبدات شهرته تكبر. والناس طبعا في المنطقه ما كانوش شاكين في حاجه خالص، كانوا فاكرين عمليات ولاده عاديه، جراحه، استشاره، كانوا فاكرين ان الدنيا ماشيه عادي، مستشفى عاديه، مش فاهمين اي حاجه من اللي بتحصل ورا المستشفى دي. لكن السكان لاحظوا حاجات غريبه، وهي ان الكلاب بعد الساعه 12 بالليل بتتلم في المنطقه المهجوره اللي جنب المستشفى، وبتقعد تاكل في حاجات كده غريبه مش فاهمين هي ايه. ودايما الكلاب بتتلم بعد الساعه 12 بالليل. السكان هنا استغربوا، قالوا الكلاب كترت ليه في المنطقه وبتيجي بعد الساعه 12 بالتحديد في المكان ده وبتاكل ايه؟ الكلاب ما كانوش فاهمين ان دي اجنه جايه من مستشفى الدكتور سامي، مش فاهمين، بس كانوا مستغربين جدا ان الكلاب بتتلم في الوقت ده وبيقعدوا ياكلوا حاجات. المهم مرت الايام وكان في ممرضه رايحه على طريق المستشفى، وهي معديه على المكان المهجور ده لاحظت ان الكلاب متلميه على كيس اسود. ولما بقى قربت عشان تشوف ده ايه، لقت الكلاب بتاكل جنين صغير، وانصدمت حرفيا من اللي هي شافته ده. والشكوك زادت كمان لما الاهالي بداوا يلاحظوا ان المكان المهجور ده بيتلم عليه الكلاب باشكال كبيره جدا، والموضوع زاد عن حده. راحوا بقى بلغوا الشرطه وقالوا لهم ان في حاجه بتحصل غلط، والكلاب بتتلم على عظم وتلم على حاجات غريبه احنا مش فاهمين دي ايه. وهنا الشرطه اتحركت على طول، لكن اتحركت بعقل، وبداوا يراقبوا بقى المنطقه ويشوفوا الحاجات دي بتيجي منين، وبداوا بقى يلفوا في المنطقه ويراقبوا ويشوفوا الاحداث اللي بتحصل، لغايه بقى لما اتاكدوا وفهموا ان مستشفى الدكتور احمد سامي مش مظبوطه وفي حاجات بتحصل غلط جوه. واللي اكد لهم الحوار ده اكتر الممرضه اللي شافت الجنين وهو بيتاكل من الكلاب، وكمان كانت شغاله هي اصلا في المستشفى وكانت ملاحظه حاجات غريبه بتحصل جوه المستشفى. فلما الشرطه جابتها واتكلمت معاها اكدت لهم فعلا ان في حاجات غريبه بتحصل جوه مستشفى الدكتور احمد سامي، واحنا مش فاهمين ايه اللي بيحصل جوه. المهم الضابط جاب اذن من النيابه عشان يخش يفتش المستشفى دي. الشرطه بقى ابتدت تقتحم المستشفى وشافوا اقراص مخدر بكميات مهوله. ولما دخلوا على الدكتور احمد سامي غرفه العمليات اللي هو بيعمل عمليه اجهاض لبنت، واستنوا لما يخلص عمليه الاجهاض اللي هو بيعملها دي وقبضوا عليه هو والخمسه الشركاء اللي كانوا معاه. وفي الاول الدكتور احمد سامي انكر كل ده، لكن لما واجهوه بالادله والاثباتات اعترف وقال ان هو فعلا عمل كده مع الخمسه الشركاء دول، كان بغرض ان هم ياخدوا فلوس كتيره ويحققوا فلوس بايرادات عاليه جدا. وده فعلا خساره يتقال عليه دكتور. يعني اولا خالفت القسم اللي انت قلته اول ما مسكت الطب، وكنت بتعمل عمليات اجهاض وتمسك الاجنه تطلعهم فوق وتحطهم في براميل وتحط عليهم بنزين وتحرقهم، يا اما تحطهم في مكان مهجور وتخلي الكلاب تاكلهم. يبقى انت كده انسان عندك رحمه ولا عندك ضمير؟ كل ده عشان خاطر شويه فلوس؟ اديك خسرت مهنتك وخسرت مكانتك في المجتمع، وخسرت ان الناس كانت بتحترمك وكان في ناس كتير شايفاك هتبقى دكتور ناجح، لكن انت خدت الطريق الشمال. حسبي الله ونعم الوكيل. وبكده يكون انتهى الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك. السلام عليكم.